الصين بزاف الناس كيكونوا صغار كيحاجروا من عروبية مدينة باش خدموا، ولكن كيجي واحد وقت كيرجعوا. علاش هادشي كلهم كيرجعوا نظام هوكو الصيني. هاد النظام قتا من انهم سجل عائلي كيتحكم هوكو في حجرة. هادشي كيمنع الناس يمشيو بحرية مدن كبيرة. هوكو مبنيين على بلاصة اللي زيتي فيها. الا كان عند شي واحد من ريف هوكو فرح مراتو وولادهم حتى هما غادي يكون عندهم نفس حاجة، واخا يكون عايشين في بلاصة اخرى. تغيير هوكو ممكن ولكن صعيب بزاف. مثلا تولد واحد السيد سميتو لي في واحد عروبيه، اذا راه هوكو ديالو تما، وهادشي كيعني انهم ولادهم ممكن يقراو غير في مدارس عموميه اللي فابو في عروبيه ماشي في مدينه. الا جابوا من مدينه خاصو يخلص عليهم مدارس خصوصيه اللي كتكون غاليه بزاف، ومدينه كتكون فيها رعايه صحيه ضمان اجتماعيه احسن. ولكن العمال اللي حاجروا كيحرصوا بزاف حقاش التغذيه الصحيه اللي عندهم مرتبطه غير بالريف منين جاو، ميمكنش استعملوها في مدينه. بغيتي تحول هوكو ديالك مدينه غادي تحتاج بزاف شروط اللي صعيبه، بحال مثلا تخلص ضمان اجتماعي مده سنوات ولا كيكون غاليه بزاف على غريبيه ديال العمال. طريقه وحيده اللي سهله تكون تخرج من جامعات كبيره، حقاش مدن اللي كبيره كيتبغيو عمال اللي عندهم مهارات. فاخل كيرجعوا بزاف الناس ديورهم حقاش ما قدروش على تكاليف معيشه غاليه. شنو راي ديالك؟